مساء الخير، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونون بخير. طبعا كنت قاعدة داريد أبلش أكتب شغلات. اليوم كملت تصوير ورجعت. أني كنت ناوية إنه هذا الشهر أبلش بقراءة كتاب، ما أريد إنه يعدي هذا الشهر هيجي من غير ما أكون قريت لي كتاب بيه. فهاي مفكرة القراءة مثل ما تشوفون من داخلها بيها رسمات هواية وشغلات، حتى بعدني ما كاتبة لأنه هسه كنت ناوية داريد أكتب. كالعادة لازم ينقطع الستوري أنا ودا أحكي. فالصفحة الأولى من هاي المفكرة مكتوب بيها الكتب التي أنوي قراءتها، وأني أكو قدامي كتابين وخيارين بس ما دا أعرف أختار بيناتهم. الأول خفايا القراءة، والثاني سر الزهرة الذهبية. هذا الكتاب يحكي عن علم النفس التحليلي، وهذا الكتاب يحكي عن قوانين وأسرار القراءة. فأنا إيش راح أسوي؟ لأنه صار ساعة صافنة ما دا أعرف شنو أختار وشنو أكتب، راح أنزل لكم حتى أنتوا تختارون هذا الكتاب لو هذا الكتاب، على أساسه أنا راح أسجله هنا حتى أبلش بقراءته وبس والله.